بنضغط عليها دائما بالتاهيل لافراد المنتخبين، حتى اذا تمثل الامكانيه بتاعت الكاميرا بنحاول نتم بالتدريب والتاهيل المستمر للافراد المصورين. ومزادهم حريصين بعد توفر خدمه الانترنت، بيبقوا حريصين على التعلم عن طريق الانترنت، بيخشوا اليوتيوب يتعلموا حاجات جديده، مهارات جديده. الحمد لله قدرنا نعرف انه ما في يوم بيعدي الا في مصور او بتاع مونتاج او مخرج يتعلم حاجه جديده من الامكانيات المتوفره. بجانب ده نحن بنحاول نخلي العنصر الواحد يقدر يشتغل شغل طاقم كامل. يعني ممكن نطلع واحد يشتغل لنا تصوير ويشتغل لنا السكريبت والسيناريو ولا، ويجي يشتغل لنا المونتاج ويطلع الماده. مساعدين انه نزيد التاهيل ده لمرحله انه حتى المراسله ذاتها تكون جزء من العنصر بتاع الطاقم اللي بيمشي بيشتغل الكلام ده. في الانتاج احنا متوسط الانتاج بتاعنا في الشهر 48 ل 45 ماده، عباره عن تغطيات زائد فعاليات زائد معالجات. التغطيات اليوميه لمنطقه وادي سيدنا ومنطقه ام درمان، اذا في حوجه للتغطيه بنرسل زول من هنا. منطقه الوادي هنا التغطيات لكل المحتاج، الحمد لله كل تغطيه بيكون عندنا فيها عنصرين او ثلاثه مشاركين في التغطيه لحد عمليه اخراج الماده وتسليمها. متوسط الانتاج الشهري ما بين 47 ل 45 ماده. بجانب نحن بدينا قبل 3 شهور انتاج الافلام الوثائقيه، لانها مهمه في تشكيل الراي العام في معركه الكرامه. بدينا السلسله دي بفيلم من يقاتل في سوق الجيش. حاولنا من خلال انه نحن ندحض الدعايه الحربيه بتاعت الميليشيا اللي بتقول انهم هم بيقاتلوا من اجل ثوره ديسمبر، واستعرضنا في الفيلم دور المجموعات بتاعت ثوره ديسمبر ورجال المقاومه، وضحضنا فيه برضه الروايه بتاعت انهم بيقاتلوا من اجل دارفور، وجبنا في الفيلم في انه من يقاتل في سوق الجيش مستنفرين ابناء دارفور. ضحضنا الروايه بتاعت انهم هم بيحاربوا من اجل السودان، وجبنا في الفيلم الكيان بتاع المقاومه الشعبيه، وانه تشكل نتيجه لتوحيد هويه السودانيين، بانه انتصار الدوله مهم ويطغى على اي معالجه اخرى.